عسلامة ومرحبا بكم في قناتي ام كي ام سافار. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. اليوم حبيت نجيب لكم حاجه زمنيه بنينه. وصفتنا لليوم بشكوتو ولا قطو منفوخ، احنا نقولوا له في صفاقس. بلاش ماكينه، بشكوتو بدون آلة الرحي. حاجه بنينه وهكا يكون لازم يكون عالي ومنفوخ وبنين برشا. تستعملوها لقهوة الصباح ولا قهوة العشوية. حصيلو يذكرني في أيام الزمن الجميل يا حسرة. حصيلو حاجة بنينة برشا. نودكم ولا نشهيكم وننصحكم باش تجربوها. مكونات بسيطة وموجودة في كل دار. خذيت كعبتين برتقال هكا صغار، غسلتهم بالكدا ورحيتهم في ماكينة السلاطة بالقشرة بتاعهم. تنجموا تستغنوا عليه، تعوضوه بالحليب زيادة. دونك خذيت زيادة كعبة أخرى. الكعبات بتاعي راهم صغار ورحيتها بلاش قشرة. دونك المكونات بتاعي عندي صحفة غير ربع زيت، صحفة سكر، صحفة هذية مبشور وعصير بتاع برتقال. تنجموا تعوضوه بالحليب وتحطوا سكر فاني معه، وإلا قشور برتقال شايح. بنفس الصحفة كيلت العظم، جاوني 3 كعبات عظم، زوز باكوات خميرة قطو، الواحد فيه 10 جرامات، والفارينة كي ما انت بشبعه. انا متعودة العادة كابتن عظم ياخو مني رطل، دونك نشوفوا عنا ميزانة. حطيت في بول، حطيت العظم والسكر والزيت والبرتقال بتاعي اللي دونك باش نركض هكايا بالفرشيطة. اما من بعد الحقيقة استعملت الركض الكهربائي في ساعة لقيته انجع خير. من بعد زدت الخميرة زوز باكوات، من الاحسن يكونوا مغربلين. باينة صبيت ديريكت كما قلت لكم. الفارينة انا محضرة تقريبا اكثر من رطل بشوية. حصيلوا عينكم ميزانكم، الفايدة العجينة تكون ما تتلصقش، يعني مش يابسة ومش طرية. انا الفارينة بتاعي نعرفها تشرب، دونك العجينة من الاول حطيتها رخوة شوية، خليتها جارية شوية. بعد انا قاعدة نخدم وهي راهي يبست شوية، يعني كانت جارية، شربت السائل أكثر. دونك أول حاجة عملتها خليت العجينة بتاعي ترتاح شوية. حضرت الطبق بتاعي، حطيت الزيت والبلان دو ترافاي زيادة. حطيت الزيت أنا استعمل زيت زيتونة، تنجموا تستعملوا زيت قطانية، يرجع الاختيار ليكم. حاسيلو خذيت هكا مش نخدم بالبودان، خذيت هكا شوية بين ايديا بطبيعة بالزيت راهو باش ما تلصقش في اليدين، وباش هكا نطرح العجينة، معناتها نعمل هكا شكل اسطوانة بودان. ومن بعد ناخو السكينة، زيادة السكينة ماذا بينا نعملوها بالزيت باش ما تلصقش فيها العجينة، وباش نقص هكا كعبورات صغار. حصيلو كل كعبورة هي باش تكون في حجم كعبة بشكوتو، يعني قرنقطو احنا في صفاقس نقولوا. هكا هو نطرحها هكا بيدي. راهو تنجموا تعملوا بودان كبير جويد كيما الغريبة ومن بعد تقصوها. اما انا هكايا الطريقة هذه انا نعمل، وانا نتذكر في امي ربي يطول في عمرها ويشدها بالصحة، كيف كنا صغار كانت تعمل لنا هكايا البشكوتو. هكا انا نعمل فيه وعامله جو عليه. نتذكر في ايامات الصغرى يا حسرة. حصيلو هكايا نقربعوهم هكايا، نقولوا نقربعوهم. حصيلو الجرينات الكل، الكعبات الكل، ونسويهم الاطراف بتاعهم، وبعد نحطهم في الطبق لاصقين. لازمهم يكونوا لاصقين باش من بعد بمفعول الخميره يطلعوا ويتنفخ معنا. على عكس البشكوت الاخر اللي بالماكينه يلزم يكون بعيد على بعضه، اما هذا يلزم يكون قريب. حصيلو خذيت الاصفر بتاع العظمه، وباش نزين بالبانسو الوجه بتاعهم. الفور بتاعي انتر قاعد يسخن على 180 درجة باش نحطه في الفور حتى لوين يطيب من اللوطة ومن الفوق. توا خرجته من الفور، وش باش نعمل؟ باش ناخو السكينة، ماذا بينا سكينة ماضية، وباش نقص هكايا القرون بين بعضهم كعيبات البشكوت ونقصهم. نتبع الأحرف هذوكم ونقصهم. دونك حاجة سريعة وبسيطة وبنينة برشا. ننصحكم جربوه. حبيت نقول إذا أول مرة تزور قناتي ما تنساش تعمل لي سابوني وتفعل جرس باش يوصلك نوتيفيكاسيون كل ما نهبط فيديو جديد. وما تنسونيش في جيم وكومنتير. شوفوا الجاتو ما شاء الله بنين منفوخ، كيفاش هكا منفج وطري
طري بالحق راهو بنين برشا. تغطسوها مع القهوة ولا مع الحليب ولا مع كاس سيتروناد، أنا نحبه هكا مغطس. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش طري. حاجة بنينة تودوا بها عائلتكم صغيراتكم، نجموا تهزوها كلمجة للصغيرات، وإلا كما قلت لكم مع القهوة نشربوها الصباح ولا في العشية. هذه وصفتنا لليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم، وإن شاء الله نكون أفدتكم حتى ولو بالقليل. كما قلت لكم ما تنسونيش في جيم وكومنتير وتبرتاجيو الفيديو بين حبيباتكم وصحيباتكم، وإن شاء الله نتلاقى في وصفة أخرى وفيديو آخر، وإلى اللقاء إلى اللقاء إن شاء الله.